لو انت شخص اتعرضت للتحرش من وانت صغير والموضوع لسه معاك مسبب لك ازمه، انت ضحيه، انت ضحيه ده. ما تاخدش الموضوع ان انت محل الاتهام. انت ممكن تكون وقتها ما كنتش مدرك، وقتها ما كنتش عارف تتكلم، ممكن ذاكرتنا تقعد فتره ناسيه اللي حصل، ولكن جسمك عمره ما هينسى. فلما جسمك يكون عايز يطلع ده، روح واتكلم. دي حاجه ما تقللش منك ولا تعيبك. انت مش اول حد ولا اخر حد، بالعكس احنا ظاهرة التحرش بتكتر بسبب ان احنا ما بنتكلمش عليها. كل اسرة بيكون عندها متحرش بتقفل عليه. لو في شخص في الاسرة متحرش واتكلمت معاه وهو مرافض العلاج تماما، ما ينفعش ان انا اعمي خلاص عيني واقول خلاص ابني ومش هقدر ان انا استغنى عنه. انا لازم اول حاجة اعملها ان انا اتوجه لمختص، بعدها بنتفق على بلان خطة علاجية بنسبة كبيرة. هو هيتحجز في مصحة نفسية وبياخد وقت علاج كافي، لحد بعد كده بندخل العلاج الدوائي، بعد كده العلاج السلوكي.